فطيرة سِتّو كريمة أو فطيرة أحمد أمين مش مهم الاسم، المهم إن هي بجد تحفة وتستاهل تبقى ترند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده فطيرة الجلاش أو فطيرة سِتّو كريمة، بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تدعموني بلايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. أول حاجة هنعملها القشطة، في حلة هاحط فيها كيلو إلا ربع لبن، هاحط عليهم معلقتين كبار حليب بودر، ومعلقتين كبار كريم شانتيه، و4 معالق هرميين نشا، وهاقلب كل المكونات على البارد قبل ما أشغّل النار. ونسيت أحط السكر، هاحط 3 معالق كبار من السكر وبعدين أشغّل النار. وهاستمر في التقليب وهي على النار، وأحط عليها معلقة صغيرة فانيليا لحد ما تبقى بالشكل والقوام ده. وكده تكون عندي الكريمة جاهزة، هافضّيها في طبق وهاغطّيها بكيس من بتاع التلاجة علشان وشّها ما ينشفش وتعمل قشرة، وهاسيبها تبرد خالص لحد ما أستخدمها. وبعدين نعمل الشربات، كسرونة هاحط فيها كوبايتين سكر وكوباية ونُص مَيّة. الشربات عايزينه يكون وسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. هاشغّل النار ومش هاقلّب خالص لحد ما يغلي، والنار تكون هادية. وأول ما يبتدي يغلي هنحط عليه عصير نُص ليمونة، ونبتدي نقلّب ونشيل من عليه بمعلقة شوائب السكر اللي بتعمل رغاوي على الوش. وكوباية هاحط فيها شوية مَيّة، وهابِل الفرشة بالمَيّة وهامسح بيها جوانب الكسرونة، لإن الشربات لمّا بيغلي بيعمل كريستالات على الجوانب، وده بيكون سبب إن الشربات بعد ما بيبرد بيرجع يعمل حبيبات سكر تاني. وهاحط عليه نُص معلقة فانيليا سائلة، وهاطفي عليه واسيبه يبرد خالص. طب هيفضل على النار قد إيه؟ بعد ما يغلي 4 أو 5 دقايق مش أكتر من كده علشان الشربات بتاعنا ما يتقلش. عندي حوالي 650 جرام من الجلاش هافرده واحطه بين فوطين علشان ما ينشفش. وهابتدي آخد ورقة من الجلاش وأدهنها كويس بالسمنة. هادهن كل جزء من ورقة الجلاش علشان ده اللي هيخلي الفطيرة مورقة. وهادهن 4 ورقات بنفس الطريقة. والورقة الخامسة كانت عندي مقطوعة فهاستغلها. هادهنها واطبقها واحط عليها الكريمة. وهابتدي أقفل الفطيرة زي ما انتوا شايفين. وهادهنها بالسمنة وهاحطها في صاج مدهون بالسمنة وهاعمل باقي كل كمية الجلاش بنفس الطريقة. وهادهن الوش بتاع الفطيرة بالسمنة وادخلها الفرن على نار وسط على الرف اللي في النص لحد ما الفطير يحمر من فوق ومن تحت. وأول ما يخرج من الفرن وهو لسه سخن هاسقيه الشربات البارد ونسيبه يبرد خالص علشان يتشرب كويس. ولتزيين الفطير عندي كوباية من الحليب المتلج هحط عليها نص كوباية كريم شانتيه بودر ومعلقتين باستري كريم. وهخفق بالمضرب الكهربائي لحد ما الكريمة تهيش وحجمها يتضاعف وتبقى بالشكل ده. حطيت الكريمة في كيس حلواني وهبتدي أزين الفطير بالكريمة زي ما انتوا شايفين. ودي مانجا كنت مفرزاها هزين بيها الفطير. وممكن تستخدمي أي نوع فاكهة متوفر عندك. وهزين واحدة تانية بالنوتيلا والمكسرات ومربى الحليب والفراولة. يعني التزيين ده بقى على ذوقك وما شاء الله كلكم شاطرين. عاوزة أقول لكم يا جماعة طعمها بجد تحفة حلوة قوي وطريقتها سهلة جدا. وتستاهل بجد إن انتوا تجربوها. ما تنسوش بقى لو أول مرة تشوفوا قناتي ومش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا الجرس الصغير علشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. أسيبكم في رعاية الله، سلام عليكم.